كيبدا الفيلم ديالنا مع براين داخل لواحد المحل يشري ميكروفون لبنته بمناسبه عيد الميلاد ديالها، حيت هي كتحلم تكون مغنيه. خدا المايك مشى للدار غلفو بواحد البابي كادو مشى للحفله. وهنا غنعرفوا باللي براين مطلق من مرته وبنته عايشه مع امها وراجلها. وقفات عليه طليقته بدات كتهضر معاه بواحد الطريقه ناقصه، وقالت لي حط الكادو ديالك مع الكادوات ديال الناس. هو يقول لها الكادو ديالي غنعطيه لبنتي من ايدي لايديها. مع شافته بنته جات كتجري عنقاتو وكانت فرحانه حيت باها جا عندها الحفله ديالها. شويه دخل راجل امها جايب لها عود كومبلي كادو. شافته وهي تسمح في باها ومشات تجري، ركبات على العود وبدات تدور به. المهم داز كلشي بخير، سالات الحفله، مشى براين للدار. وهو جالس كيشوف التصاور ديال بنته سمع الدقان، حل الباب لقى صحابو جاو عنده يقصروا معاه. ريحوا كلاو شربوا ضحكوا سالاو الجلسه. ناض واحد من صحابو قال لي غدا عندنا واحد البريكول نخدموا سيكوريتي في واحد الحفله، وانت تكلف بالحمايه ديال واحد المغنيه. داز بيناتهم الكلمه وكل قصد الدار وينعس. جا لا غد ليه مشاو للخدمه. براين وصل المغنيه وسولها، قال لها بنتي بغات تولي مغنيه، شنو النصيحه اللي تقدري تعطيها؟ وهي تقول لي خيتي من الاحسن تبعد على هذا المجال وتمشي تقلب على شي حاجه اخرى. وطلعت الخشبه وخونا واقف تما كيتسايم في مغنيه تسالي باش يوصلها لدارها. صونات عليه بنته، خرج جاوبها قالت لي غدا نتعشاو مع بعضياتنا، عندي واحد الموضوع بغيت نهضر معاك فيه. رجع للحفله لقى الجمهور منوض الروينه. دخلوا خوتنا باش يحبسوا الفوضى. براين جر المغنيه وهو غادي بها الطوموبيل تعرض لها واحد بنادم بيصفى لها بواحد الجنويه. هو يشدوا براين دغمر مو مزيان وطلع الطوموبيل وهربوا من تما. سالات المهمه، قسموا خوتنا الفلوس بيناتهم وهي تعيط عليه المغنيه. مشى عندها قالت ليه الا بنتك صوتها زوين غادي نوقف معاها، وعطاتو واحد الكارت فيزيت. جا لا غد ليه مشى براين باش يتلاقى مع بنته في واحد المطعم. بانت لي جايه هي وامها وهو يكحل بالعمى. جلسوا هي تقول لي بنته باللي باغا الموافقه ديالو باش تمشي مع صاحبتها لباريس حيت هي مازال قاصر، يلا عندها 17 عام. بقات كتطلب فيه بنته والو خونا معكس. واحد شويه نقزات امها وهي تقول لي مالك داير هكا مالك، وقع على الورقه وهنينا من كثره الاسئله. ويجمع معها صاحبنا الكر قال لها اسمع هذيك مقنين، راه كيف ما هي بنتك انا راه بنتي، وانا ما بغيتش نسني راني غير خايف عليها. البنت مع سمعت هاد الهضره ما عجباش الحال وناضت بحالها مقلقه وهي تصبنو طليقته. انت ما عمرك كنتي قد المسؤوليه وهذا الشيء هو اللي كان السبب في الطلاق ديالنا، ودابا حاجه ساهله باش تفرح بنتك ما قدرتيش ديرها. اش من نوع ديال الاباء انت؟ اش من نوع البطل؟ جمع معنا راسك لا صحابنا سميتو عليه. بقى خونا جالس كيفكر وفي الصباح يمشي عند بنته للدار. عطاها الموافقه والتليفون وقال لها ملي توصلي صوني ليه وبقاي معايا على الاتصال. بنته فرحت بزاف ونقزات عليه عن نقاتو وقال لها انا اللي نوصلك للمطار. المهم جا نهار السفر وصل بنته للمطار وهو كيهبط في الشوان ضرب على الخريطه. قلبها هو يلقى بنته ما غاداش غير لباريس ولكن غادا لبزاف ديال البلايص اخرين. بنته شافت صاحبتها مشات كتجري عندها وخلات امها وباها واقفين مع بعضياتهم. ايوا يا الحبيب ومن دار لك ودينا وتسمع النقير. علاش كذبتوا عليا؟ علاش وقلتي لي بلي البنت غادا غير لباري وهي غادا لبزاف ديال البلايص اخرين؟ وهي تقول لي طريقته خفنا نقولوا لك الحقيقه وما تبغيش، ولا رفضتي دابا غادي تخسر بنتك طول عمرك. خونا شافتها عيا وصافي ما عنده ما يدير، ودعها وفكرها في التليفون باش تبقى معاه على الاتصال. وصلوا البنات لباريس، خرجوا من المطار تلاقاو مع واحد بنادم سميتو بيتر. طلق عليهم واحد شويه ديال السماوي وصورهم بواحد العظم وقال لهم هنا الطاكسيات غاليين بزاف، شنو بالكم تشاركوا في شي طاكسي وصلكم نتوما الاولين عاد يديني انا. وافقوا البنات على البلان ومشاو مجموعين. حتى تلقوا شحال ضري في ناس. وصلوا البنات للدار ويسولهم بيتر ساكنين بوحدكم ولا معكم شي واحد؟ وهي تنقز الخفيفه ديال اماندا قالت لي لا لا ساكنين بوحدنا. عرض عليهم قال لهم في العشيه كاينه واحد السواريه ندوز عندكم نطرقكم ومشيو لها مجموعين. طلعوا بحالهم للدار. خونا ويجب التليفون عيط لشي واحد وقال لي واحد جوج توتات يلا جاو لباري وجالسين بوحدهم في الدار. البنات طلعوا للدار طلقوا المزيكا وبداو يشطحوا. براين كيصوني لبنته ما كتجاوبوش حيت المزيكا مجهده بزاف. سالاو الشطيح. قلبت البنت التليفون وهي تلقى بوها مصوني عليها. عاودات صونات عليه قال لا ما جاوبتينيش خلعتيني عليك، دوزي لي شي واحد من عائله صاحبتك ندوي معاه. وهي تصارحوا قالت لي لا راه ما كاين حتى شي واحد، راه مسافرين لاسبانيا. وهما داويين شافت واحد ثلاثه دخلوا للبرطمه عليهم شدوا صاحبتها وهي تقولها لباها. باها على القرص بالزربه جبد واحد الشانطه وبدا كيسجل في لابيل وقال لبنتو سيري لبيت النعاس وتخبي تحت الناموسيه وخلي لابيل دايزه، راه حتى انت غيخطفوك ولكن ما ديريش شي محاوله طيران باش ما يقتلوكش، وملي شدوك اي اماره شفتيها قوليها ليا. هذاك الشيء اللي كان. دخلوا خوتنا للبيت ويجرى واحد من رجلها من تحت الناموسيه وهي تغوت، عنده لحيه وش مفاهيله الونجمه. واحد من هذوك الثلاثه هز التليفون وبدا كيدوي مع براين وهو يقول لي براين شوف هذاك ميخي، الا كنتي باغي الفلوس انا راه الله كريم، ولا ما طلقتيش ليا بنتي غادي نجي ندم جد الحمار تاع بوك على النهار اللي خلاقيتي فيه. هو يقول لي خونا جود لاك يعني حظ سعيد وريني اش كتعرف دير البطل. وقطع عليه. هز براين الطوموبيل وقصد دار طليقته وهو غادي في الطريق دوز ابل لواحد صاحبه وقال لي يوصلك دابا واحد التسجيل صوتي جبد منه اي معلومه وعطيها ليا راه بنتي تخطفات. وصل صاحبنا لدار طليقته فيقهم من النعاس قال لهم البنت تخطفات. دار عند راجل طليقته وقال لي دابا تقول لي واش عندك عداوه مع شي واحد؟ ويقول لي صاحبنا لا والله ما عندي عداوه مع شي مخلوق. دخل البيت ديال النعاس كيقلب ليه لقى شي حاجه توصلوا لبنته
والو ما لقاش. واحد شويه عيط عليه صاحبه وقال لي بنتك راه خطفوها عصابه ديال الالبانيين كتاجر في البنات، عندك اصاحبي 72 ساعه لما لقيتيهاش ما عمرك باقيه تشوفها. امها مع سمعت هادشي وهي تعطيها اللبكه. ناض خونا وجد العده وقصد المطار، حلق لفرنسا الطريق كامله وهو غادي كيسمع التسجيل. وصل لباري مشى نيشان للبرطمه فين وقع البلان، دخل بدا كيتخيل كيفاش وقع الاختطاف وهو يلقى التليفون اللي عطا لبنتو طايح مهرس. خدا منه الكارت ميموار ومشى لواحد الماكينه يشوف التصاور، وهو كيقلب لقى التصويره اللي كانوا تصوروا البنات في الباب ديال المطار، زوم على واحد الدجاجه وهو يبان ليه بيتر. رجع براين للمطار لقاه واقف طالق السماوي على واحد التوته اخرى. جا صاحبنا من اللور جمع ليه ايدو وطلعوا الطاكسي، بدا كيدغمر فمو باش يقرر شكون اللي خطف ليه بنتو. جا واحد العزي اخر صاحب بيتر جر براين من الطاكسي، معاه ناض براين وهو ضرب العزوه راسو مع الطوله ديال الطاكسي. رجع لبيتر لقاه هرب، تبعوه حتى لواحد القنطره، معاه نقز خونا وهو ضرب واحد الكاميو جابو دوده. طلع ليه براين شافو مات وهو يجلس يتغدد حيت راس الخيط اللي كان عنده مات. من وراها مشى براين عند واحد صاحبو قديم قال ليه شنو كاين باش يعاونو زعما يلقاو صاحب دعوته. سد عليه صاحبو في الاول ولكن في الاخر عطاه واحد العنوان فين كيتجمعوا الالبانيين. مشى براين كرا واحد الطوموبيل ومترجم وقصد العنوان، بدا كيتبسل على واحد بنت الليل. نزل الباترون ديالها يلا بغى ينوضها معاه، هو لصق ليه براين واحد المايك في حوايجو واعتذر منه ورجع بحالو عند المترجم. بقاو كيتصنتوا على خوتنا والمترجم كيترجم ليه. سمعهم غاديين لواحد العنوان، خلص المترجم وصيفطوا بحالو. قصد العنوان دخل عليهم لقى دار ديال سميتو عليه. بقى كيقلب تما ويبدا كيشوف في التوت مبوق. ضرب على الجاكيطه ديال بنتو، سول التوته اللي لابسها خيتي مبنجه مدوزيه مزيان ما دا منا لا حق لا باطل. دخل عليه واحد من العصابه شبكه مع قرطاس، ناضوا افراد العصابه الاخرين هجموا عليه. خرج صاحبنا هو والبنت للطوموبيل وعيط جبد ما كاين غير كسيراتو. تبعوا خوتنا دار لهم عرضه زينه، سلات عليهم وبقات لاصقه في واحد الطوموبيل، دار لها سليته خلاهم جابوها دف مع واحد الطراكس. تحرك براين بحالو وغيلاحظ في الطريق باللي واحد الطوموبيل تابعه وغتكون ديال واحد ميخي مصيفطو جون باش يبقى مراقبو. دار ليه ضريبه وسط المدينه وقدر يوضرو وسلت عليه. وصل صاحبنا لواحد لوطيل، دخل بدا كيعالج في البنت اللي جاب معاه وهو مريح صونا لي جون. قال لي بغيت نشوفك في الجرده ديال الكورنيش، ويقول لي براين ما كاين علاش نبقى نتلاقى انا وياك، انا كنشوف فيك دابا شنو تما. ويبدا جون كيطول في المكالمه الماكسيموم باش يقدروا يحدوا الموقع ديال براين. وقال لي خاصك تمشي بحالك من البلاد، راه بنتك ما غاديش ترجعها بهذه الطريقه، وراك تسببتي في بزاف ديال الخسائر من نهار اللي جيتي. ويقول لي براين شتي بنتي انا رجعها معايا صحه وبالطريقه اللي بغيت. قدروا خوتنا يحدوا موقع التليفون، قصدوا هما يلقاو خونا حاط لهم تما واحد التليفون وكيهضر هو من بلاصه وحده اخرى. رجع بحالو للوطيل، فاقت البنت قال لها ما تخافيش انا هنا باش نعاونك. وراها التصويره ديال بنته وسول عليها، قالت لي ما عرفتش انا شفتها اول مره في واحد الدار بابها احمر في الشارع الفلاني، كان فيه البرد وهي اللي عطاتني الجاكيت ديالها. خرج خونا نيشان قصد العنوان اللي عطاتو البنت. دخل وقفوا في الباب سولوه شكون انت، قال لهم انا من الحكومه الفرنسيه، وعطاهم الكارطه اللي كان عطاه جون. دخل عندهم من الداخل طلق عليهم السماوي ديالو وقال لهم من اليوم المبلغ ديال الرشوه يتزاد ولا غنصيفطكم جمله. كلاو منه الخليع، حطوا ليه الامانه فوق الطبله وهو يضرب على خاينه اللي كانت وصفات ليه بنته. جبد ليه ورقه قال لي قرا لي هادي، قراها خونا وطلع هو اللي كان دوا معاه نهار تخطفات البنت. ويتلافت عنده براين وقال لي ما عقلتيش عليا، انا اللي دوش معك في التليفون قلت لك طلق البنت ولا غندم جد الحمار تاع بوك على النهار اللي خلاقيتي فيه. وهو يزبد الزنويه وبدا كيسلخ في العباد يا مولاي. هذاك البيت رجعوا قرنا ديال عباد الله، ونعس على ظهره وحط فوقه واحد خينا ميت وبدا اللي داخل كيعطي حقه تيسلاهم كاملين. طلع يقلب الفوق ويلقى اماندا صاحبه بنته ميته، تخلع وخاف على بنته تكون حتى هي ماتت. تقدى واحد بنادم من العصابه ودا معاه، بقى كيعذبو، مره يخشي ليه حديده في رجلو، مره يضربو بالتريسينتي. المهم خلاه يدوي صحه. قال لي بنتك مع باقا عزبه تبع لشي رجل اعمال بزباله فلوس، وعطاه السميه ديال اللي مكلف سميتو باتريك. شكرو براين وشعل عليه الضو وخلاه يتقرمل وزاد بحالو. مشى لدار صحيبو جون، السلام عليكم، مشيت لواحد القنت في شي يشكل مع وريتهم الكارطه ديالك خلاوني ندخل، يعني عندك ايد معاهم، تعطيني العنوان ديال باتريك والله يعاوننا ويعاونك. ناض جون للطواليط، رجع جبد السلاح على براين وقال لي دابا تمشي معايا للمطار. هو يصدموا براين، لاح ليه القرطاس فوق الطبله، اي ان السلاح خاوي ما فيه حتى قرطاسه. هو يجبد السلاح ديالو وتيرا لمراته في كتفها وقال لي دابا غترجع المياه لجواريها لمجاريها يا حبيبي لمجاريها. اشنو دابا تعطيني العنوان ولا شتت لما راسها؟ جون هو يطيح كواري ويجبد المعلومات ديال باتريك كامله، هو يعطي براين للراس نعسو وخرج مشى للعنوان المعلوم. وصل للباب قدم لهم راسو بصيفطو بوليسي، دخل ضرب على باتريك داخل مع واحد الباب، تبعو شد السيكريتي الاول فركسو، بان لي واحد كارسون جيب واحد العصير بارد شدو تا هو ما قصرش معاه. ودخل عند واحد رجل اعمال كيتزايد على شي توته باقا عزبه. بقى خونا واقف وراه، واحد اللقطه دخلوا البنت البيع، الدريه مبوقه ما عارفه كاع شنو واقع. جبد با السلاح حط الخونا على عنقو وقال لها تشري ولا شتت لمك راسك. سالات المزايده وهما خارجين من داك البيت ضربوا للراس غيب فاق لقى راسو مربوط وباتريك واقف عليه.
سولو قال لي شكون انت وشنو كدير هنايا، هو يعاود لي داكشي اللي وقع من الاول حتى هاد اللقطه ملي شدوه. هو يقول لي باتريك الله يسمح لينا من الوالدين، ودار عند خوتنا وقال لهم صفيوا ليه. قابرين مضارب مع راسو تتفك. ويا الحبيب ومن دار لك عوينه وتشوف. شدهم في داك القنط، نفض ليهم الباص ديال بصح، كل واحد ضحقو. شد الاول شوالي وجوب هاد الفابور، قول بيا داك الاخرين كل خدا قرطاسه. قصد باتريك جبد منه بلاصه الضيف اللي شرا البنت وصفاها ليه. خرج شد واحد الطوموبيل وبقى تابعهم حتى وصل لواحد اليخت، نقز من واحد القنطره اللي عندهم، دخل جبد السلاح وهو يبدا ثاني كينعس في العباد. حتى وصل لواحد البيت لقى واحد الشيباني شاد ليه بنته بيوريها الطلامط، سمع باها جاي يلا شد البنت باش يهدوا بها. وصل خونا صيفط لي قرطاسه للراس صيفطوا لدار البقاء. البنت مع شافت هادشي اللي دار باها ما تيقاتش وطارش بالفرحه وعنقاتو وبدات تبكي وطلبت منه السماحه. بعد هادشي كامل قدر براين انه ينقذ بنته ورجع هو وياها. تلقات ليهم طليقته في المطار، عنقات بنتها وفرحات بزاف ودارت عنده هو طلبت منه السماحه على هادشي كله اللي وقع حيت هي اللي كانت السبب. من بعد مده غيبان لينا براين واخد معاه بنته لواحد الدار. تفتح الباب طلع الدار ديال المغنيه اللي كان حرسها في ديك الليله، استقبلاتهم وحتى بنت براين كانت فرحانه حيت تقدر تحقق الحلم ديالها. والعقوبه لينا حنا نحققوا الحلم ديالنا بشي 50,000 مشترك ان شاء الله. المهم الا عجبك الفيديو خلي معك شي جيم كومونتير وبارطاجي مع اصحابك. سبسكرايب القناه باش يوصلك الجديد. يلا سيدي تهلاو في راسكم. السلام عليكم.